كم مرة حلمت حلم ودخلت جوجل عشان تعرف معناه؟ راجل طيب قوي، يعني انا مش عارف هم ليه عايزيني. بص يعني خلي بالك من نفسك. وهل الحلم اللي بتلاقي نفسك فيه ماشي مع تمساح في الصحراء ده له معنى مثلا؟ وهل اصلا الاحلام اللي بنحلم بيها ليها معنى؟ ولا انت اللي بتبقى متقل في العشاء؟ انا عمرو العزالي وده اخر مترو. غمض عينيك كده، شايف النقط والخطوط البيضاء اللي موجودة قدامك دي؟ علماء ودكاترة العيون بيقولوا إنها نتيجة الدورة الدموية في قاع العين، لكن في عالم اسمه بيرجسون شايف إنها المسحوق اللي الأحلام بتطلع منه، كأنها الألوان اللي بترسم اللوحة كده. دكتور مصطفى محمود في كتابه الأحلام قال إننا أصلا مش بننام. إزاي يعني؟ يعني أنت بس بتبقى كسلان، لكن جسمك بيكون حاسس بكل شكة، وعينيك بتبقى شايفة النور، ودانك بتكون سامعة كل الكلام والدوشة اللي حواليها، لكن أنت مش نايم. ومش نايم كويس، وانتوا عارفين بقى لما ببقى مش نايم كويس. طب والدليل على الكلام ده ايه؟ في تجربة اتعملت على شوية ناس نايمين كده، الدكتور جاب كشاف وضربوا في عينهم واحد واحد، ولما صحيوا سألهم حلمتوا بإيه؟ وكانت إجاباتهم كلهم واحدة، إنهم حلموا بالمكان بيولع والنار في كل ركن فيه. والتجربة اتكررت، ونفس الناس النايمين دول قعدوا يشخللوا بالمقصات جنب ودانهم، وكانت النتيجة برضو إنهم صحيوا كلهم بحلم واحد، مش شخاليل، لا، سلاح وخبط ومبارزات بالسلاح الأبيض. أنت نفسك لما نمت متقل في العشاء وحلمت بتمساح قاعد معاك في الصالة، أو إن أنت راكب فوق الدولاب وعمال بتجري بيه ورا واحد راكب فوق سراحة مثلا، ده معناه ان الحلم بتصنعه الحواس بتاعتك، لكن مضمونه بتصنعه الذاكرة، يعني اللي انت مخزنه في مخك. يعني انت مثلا لو كنت بتذاكر قبل ما تنام مذبحة القلعة، واخوك جه يكلمك وانت نايم، فانت هتشوف اخوك ده في الحلم راكب حصان وبيقتل المماليك. جه بقى فرويد وقال لك مفيش الكلام ده كله خالص، الاحلام اللي احنا بنحلمها دي ما هي الا رغبات مكبوتة عندنا من صغرنا. ايوه، رغبات مكبوتة اللي انت فاهمها دي، يا بسبب الدين يا الاخلاق يا العادات يا اي حاجة، المهم ان مصدرها الطفولة. يعني الولد الصغير اللي بيغير على امه ومن ابوه وبيكبر بعقدة اديب، لو اتخانق مع مديره في الشغل غالبا هيحلم بشيطان بجسم مديره وبوش ابوه. طبعا العلماء قالوا ان ده مفهوم ضيق قوي، وصعب اني احلل احلامي كلها بناء على رغباتي المكبوته زي ما فرويد قال. طب ازاي ممكن احلم بحد عمري ما قابلته في حياتي؟ ده يا سيدي لان عقلك بيتكون من جزئين، جزء واعي وجزء في المانجا لا واعي. الحاجات اللي بتحصل لك وعقلك بيشوف انها زحمه على الفاضي او ملهاش لازمه بيوديها على طول على الجزء اللاواعي. خش على الاحلام. يعني مثلا وانت سايق او راكب العربيه شوف كام وش بيعدوا عليك، وشوش الناس دي مش بتعدي عليك كده وخلاص، لا، دي بتتخزن في اللاوعي، ولما في الحلم بتتزنق في وش بني ادم عشان تكمل بيه الحلم، غالبا عقلك بيرمي لك اي وش من دول. لا انا ما صدقت. حاضر. معنى كده ان احلامي كلها كانت تخاريف؟ لا طبعا، علماء الدين بيقولوا ان اوقات كتير الاحلام دي بتكون اشارات الهيه، او اللي احنا بنسميها رؤى. وبس كده. ما تنساش تحكي لي في الكومنتات بقى عن اغرب حلم انت حلمته، واستنونا دايما في اخر مترو. سلام.